النهارده بقى هنبدأ نتكلم في رابع حاجة، رابع نقطة هبدأ أشتغل عليها، أو رابع نقطة هبدأ آخد بالي منها. ألا وهي إن أنا هبقى رايح للعميل. العميل ده أوريدي متحضر لجزئية معينة. وخلينا نتكلم في الموضوع ده بشكل عملي أكتر، أو بشكل آه، يعني تقليدي أكتر. أي حد فينا، أنا أنت أي حد موجود، اشترى بيت، اشترى شقة، راح اشترى شقة مثلا هيتجوز فيها، هينقل فيها، هيعزل فيها، أيا كان. أول حاجة بيعملها إيه؟ بيروح يجيب مثلا خطيبته، بيروح يجيب مراته، بيروح يجيب حماته وأخت مراته وخاله وعمه، ويا جماعه انا جبت شقه. فالناس تبدا تيجي تتفرج، وده يبدا يقول له حط الثلاجه هنا، وده يبدا يقول له حط السرير هنا، وده يبدا يقول له حط البوتاجاز هنا، وده يبدا يقول له دي خليها اوضه النوم، وده لا دي الليفنج احسن، والسرير خليه شمال، لا نخليه يمين، لا انا عايزاه في النص عشان احط كومودينو شمال وكومودينو يمين. ده اللي بيبقى حاصل. فانت اوريدي داخل على العميل هو مهيأ لحلول كتير في دماغه. وهو ممكن يكون مشتت فيها، مش عارف ايه الصح، عشان كده استعان بيا مثلا كحد متخصص او كحد ده مجال عمل. فحد قايل له لا دي ليفنج، لا الليفنج هنا احسن. هنا النوم، لا دي خليها للاولاد، خلي اوضه النوم بتاعتك في المكان الفلاني. لا القعده خليها هنا بتاعت الحمام، لا خلي الحوض هنا احسن، ده مش عارف ده لازم يبقى تحت الشباك، لا. فكله بيتكلم كلام بديهي، او كلام بناء على وجهة نظره هو، او اللي هو شايفه مظبوط، او اللي شايفه سليم. بالنسبه لي انا كحد متخصص او كحد هبدا شغل، لازم كلامي كله يبقى في سياق علمي. لازم يبقى الموضوع بالنسبه لي كله ورقه وقلم. فبالتالي لازم يبقى عندي معلوميه ولو بسيطه بال بالقياسات الستاندرد اللي موجوده في السوق. بمعنى مثلا انا عارف مثلا غرف الاطفال او غرف الاولاد، السراير فيها مثلا عرض السرير بيبقى متر وعشرين او متر. فانا لو عندي المساحه ضيقه هبدا اوظف متر، لو عندي المساحه واسعه هبدا اوظف متر وعشرين. طب ده بالنسبه للعرض، طب الطول بتاعه كام؟ الطول بتاعه او الامتداد بتاعه بيبقى 2 متر و10. السرير من الداخل ممكن يبقى 2 متر او متر 95، لكن من الخارج بيبقى 2 متر و5 او 2 متر و10، عشان بيبقى عندي السمك بتاع شباك السرير الامامي والسمك بتاع شباك السرير الخلفي. فبالتالي البروز بتاعه او الامتداد بتاعه بيبقى 2 متر و10 في متر او في متر و20. طيب في ناس بتقدر ان هي تعمل اكبر من كده. والله ممكن عميل يقول لك والله انا عايز سرير واحد مثلا متر و50، او انا عايز سريرين متر و50. مثلا عندي السرير واحد انام عليه فردين، او انا مثلا عندي اولادي ممكن يبقوا مليانين مثلا شويه، فمع السرير المتر ده لا ضيق عليهم مش هيبقى مناسب، انا محتاج السرير محتاجه حجمه كبير. فهبدا اشوف المساحه المناسبه ايه وابدا اشتغل عليها. ولازم يبقى عندي حلول وحلول بديله. لازم مثلا غرف النوم، غرف النوم مثلا السراير بتاعتها بتبدا من متر و60، متر و70، متر و80، متر و90، 2 متر. فانا عارف ان ده الحيز بتاع غرف النوم. الدواليب مثلا بتاعت غرف النوم الاساسيه ما بتقلش عن 2 متر و60، توصل ل 3 متر، 3 متر و10 و3 متر و20. التسريحه مثلا ما بتقلش عن المتر و10، متر و20، ممكن توصل لمتر و60. الكومود ما بيقلش عن 40 وما بيزيدش عن 65. كل دي قياسات اساسيه، او تعتبر قياسات ستاندرد موجوده في السوق. طيب انا قبل ما اشتغل اصلا، يعني انا قبل ما اشتغل المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا ببدا اول حاجه اتكلم مع العميل، بعرف التفاصيل الاول اللي انا هشتغل عليها، ابدا ابني شغلي. طيب ابني الشغل ده بتاعي ازاي؟ يعني ايه الحاجات اللي انا هبني عليها شغلي؟ اول حاجه ابدا اشوف العميل ده، هل انت عندك فرش قديم وهتنقله في البيت ده، ولا هل احنا هنفرش البيت ده فرش جديد؟ ففي بعض العملاء يقول لك لا والله انا عندي الفرش القديم بتاعي كله عايز انقله هنا. يبقى هنا نقطه من اول السطر، لازم بقى اروح احصل الدايمنشن بتاع الفرش ده كله، واخد مقاساته، كل حاجه ابعادها طول وعرض وارتفاع، واصورها واشوف الوانها واشوف الستايل بتاعها، وابدا ان انا اخدها اهندلها على المساحه اللي عندي، وابدا اقترح على العميل والله كذا وكذا 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 هيبقى مناسب، لكن كذا وكذا 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 مش هيبقى مناسب. يا اما بقى هنستبعده، يا اما هنعدله، هنقلله، هنزوده. ابدا اديله اقتراحاتي، وابدا اوظف له الحاجه اللي عنده في قلب المكان. في عميل تاني هيقول لي لا انا عندي والله يا باشمهندس العفش القديم موجود، بس انا مش هستخدمه كله، انا ممكن مثلا اخد منه غرفه النوم وغرفه الاولاد والثلاجه والغساله، لكن بقيه الحاجه كلها انا هجيبها جديد. فهبدا اخد الحاجات اللي هتتنقل
وهبدا اكمل عليها حاجات جديده. طيب في عميل ثالث هيقول لي لا والله انا هفرش كله جديد، انا عندي عفش قديم او انا ما عنديش، انا هفرش كله جديد. فطالما وصلنا ان انا هفرش كله جديد يبقى عندي حاجتين هتكلم مع العميل فيهم. اول حاجه، هل حضرتك هتفرش البيت ده كله ستاندر من السوق، هننزل المعرض، هننزل المحل، هنروح دمياط نبدا نختار ونتفرج ونشتري ونفرش، ولا هنفصل عموله؟ ايه ده يا باشمهندس، هو في فرق ما بين ده وما بين ده؟ اه طبعا، كل حاجه زي ما اتفقنا وكل تفصيله بنمر بيها بتفرق ما بين شخص واخر وبتفرق في طريقه الشغل. طب ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ ان شاء الله هقول لكم عليه المره اللي جايه.